عمرك دخلت تنام وبعد ما عينك تبتدي تتغفل تحس فجأة إنك بتقع؟ إحساس مرعب يخليك تصحى مفزوع ومش فاهم إيه اللي بيحصل. المشهد ده مش حلم غريب ولا فيلم رعب، ده في الواقع ظاهرة طبيعية بتحصل لمعظمنا وإحنا داخلين في النوم. في الفيديو ده هنكتشف سر الإحساس بالسقوط اللي بيخض ناس كتير، وهنعرف سببه العلمي بعيدا عن الخرافات. بس قبل ما نبدأ، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير للفيديو. بعد ما تحط راسك على المخدة وتبتدي تنام، أنفاسك بتبقى أبطأ ودقات قلبك بتهدى شوية شوية، ودماغك تبدأ تسيب أفكار اليوم اللي فات وتغرق في سكون الليل. وفجأة وانت في نص السكون ده تحس إحساس غريب، كأنك بتقع من مكان عالي من غير ما يكون في مكان أصلا. الجسم بيتهز هزة صغيرة وعضلاتك كلها تتحرك مرة واحدة. تفتح عينيك مفزوع، تبص حواليك تلاقي نفسك على سريرك عادي، مفيش أي خطر. بس الإحساس كان حقيقي بشكل يخض. المشهد ده بيحصل لناس كتير ويمكن انت شخصيا عشته كذا مرة. اللحظة اللي تحس فيها انك بتقع أو حد بيجري وراك، والأغرب إن كل ده بيختفي أول ما تفتح عينيك. ترجع للواقع وتكتشف إن مفيش أي حاجة بتحصل، غير إن جسمك كان بيعمل رد فعل طبيعي. الإحساس ده مش حالة نادرة، ده شيء معظم البشر بيحسوا بيه. ظاهرة اسمها علميا اهتزازات بداية النوم أو الهايبنج جيرك. هي هسة أو رعشة لا إرادية بتحصل وانت ما بين الصحيان والنوم، زي إشارة سريعة من جسمك إنك لسه مدخلتش نوم عميق. والمخ أحيانا بيترجمها غلط على إنها سقوط أو خطر وشيك. الظاهرة دي مش بتحصل لك انت بس، دي بتحصل لمعظم الناس. إحصائيات بتقول إن 70% من البشر مروا بيها مرة واحدة على الأقل، وفي حوالي 10% بيعيشوها بشكل متكرر طوال حياتهم. يعني مش شيء غريب ولا حاجة خارجة عن المألوف. العلماء شايفين إن الإحساس بالسقوط مش مجرد صدفة غريبة بتحصل وقت النوم، ده انعكاس لقدرة جسم الإنسان على البقاء والتأقلم من زمان. تخيل معايا حياة الإنسان البدائي، مفيش بيوت، مفيش سرير، مفيش باب يتقفل. كان بينام في أي مكان، على فرع شجرة أو في كاف أو على صخرة. في اللحظات دي أي غفلة بسيطة ممكن تكون خطر. هبة هوا، فرع شجرة مهزوز، زهير حيوان مفترس قريب. علشان كده عقل الإنسان البدائي أول ما يحس بحركة أو فقدان توازن يبعتله صدمة توقظه فورا. حتى الإحساس نفسه كان بيكون كافي علشان جسم يشد عضلاته ويصحى. والأغرب إن النظام ما اختفاش رغم مرور آلاف السنين. إحنا دلوقتي بننام على مراتب ناعمة في غرف مقفولة والدنيا أمان، ومع ذلك لسه نفس الآلية شغالة جوانا. العضلات تسترخي فجأة، المخ يفسرها سكوت، كأن جسمنا لسه محتفظ ببرنامج قديم من أيام الإنسان البدائي. وده السبب في إن أغلب الناس بيمروا بنفس الإحساس مرة أو أكتر في حياتهم، ومعظمهم بيكتشف إنه شيء طبيعي مش محتاج أي خوف أو قلق. طيب تعالوا نفهم أكتر، ليه بالضبط العضلات بتسترخي فجأة وتسبب الإحساس بالسقوط؟ الجسم عنده مراحل انتقال بين الصحيان والنوم. أول مرحلة دي بيبقى فيها المخ نص صاحي ونص نايم. العضلات تبدأ تفك من التوتر وتسيب نفسها للراحة مرة واحدة. لو كنت مرهق جدا أو سهران طوال الليل أو شارب قهوة أو شاي كتير، أو حتى مجهد نفسيا، المرحلة دي بتكون أوضح وأقوى. الجسم بيبقى مشحون بالكامل بالتعب أو الكافيين. هنا بيحصل اللي احنا بنسميه سقوط النوم. المخ بيتلخبط، بيشوف إشارات الاسترخاء المفاجئ كأنها إشارات سقوط حقيقي، فيبعتلك صورة أو إحساس إنك بتقع من مكان عالي. وده سبب الهزة والرعشة اللي بتحس بيها في جسمك. ولو بتلعب رياضة تقيلة بالليل، رفع أوزان أو جري أو سهر لغاية الفجر، أول ما تيجي تنام عضلاتك هتنهار في الاسترخاء مرة واحدة. في اللحظة دي الإحساس بالسقوط هيكون عندك أقوى بكتير من الطبيعي. الجسم هنا بيتصرف زي نظام إنذار داخلي، بيطلق صدمة سريعة في صورة هزة أو حلم سقوط علشان يرجعك لوعيك. عضلاتك بتتحرك فجأة كأنها بتحاول تمسك الأرض أو تستعيد توازنها، وفي ثانية واحدة بتصحى مفزوع وانت في الحقيقة على السرير بأمان. اللي بيحصل ده مش مرض ولا عرض خطير. الأطباء بيقولوا إن الموضوع طبيعي ومش محتاج علاج، إلا لو بقى مزعج جدا أو متكرر بطريقة تمنع النوم. كمان في عوامل تانية تزود الظاهرة دي: الضغط العصبي المستمر وقلة النوم المزمنة واضطراب الساعة البيولوجية. حتى استخدام الموبايل قبل النوم بوقت قليل ممكن يأثر. كل دي حاجات تخلي المرحلة الانتقالية أطول وأوضح.
وبالتالي الإحساس بالسقوط أو الرعشة بيبقى أقوى. دلوقتي بعد ما عرفنا إن الإحساس بالسقوط أثناء النوم مش حاجة خارقة ولا خطر حقيقي، يبقى السؤال إزاي نتعامل معاه ونقلله. الأطباء بينصحوا إنك تدي جسمك فرصة يسترخي قبل النوم. قلل المنبهات زي القهوة والشاي خصوصا قبل النوم. حاول تبعد عن استخدام الموبايل أو اللابتوب قبل النوم بوقت كفاية. اعمل لنفسك روتين هادي، مثلا قراءة الكتب قبل النوم. كمان النوم المنتظم بيخلي المرحلة الانتقالية دي تمر بسلاسة. ولو جسمك مشحون بالتعب أو بالتوتر، الإحساس بالسقوط هيكون أقل بكتير. الضغط النفسي الكبير بيخلي المخ يتلخبط ويترجم الإشارات غلط. لما تقلل الضغط المخ هيعرف يدخل في النوم من غير ما يبعت إنذارات وهمية. كل دي حاجات بتساعد على الاسترخاء قبل النوم. ولو انت واحد من القليلين اللي عندهم الإحساس ده متكرر جدا لدرجة إنه يمنعك من النوم، ما تترددش إنك تراجع طبيب متخصص في اضطرابات النوم. الموضوع بسيط بس ساعات بيحتاج تقييم علشان تستبعد أي مشاكل تانية. وفي النهاية لازم تفتكر إن اللي بيحصل لجسمك ده رد فعل طبيعي. في المرة الجاية اللي تقوم فيها مفزوع من النوم افتكر كل اللي قلنا النهاردة، وخد نفس عميق وارجع للنوم تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. شاركونا رأيكم في التعليقات. ايه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عاوزيننا نحكيها، اكتبوها في التعليقات. ولو لسه جديد في القناة ادخل شوف الفيديوهات القديمة، هتلاقي مواضيع كتير هتعجبك. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.